وصفة النهاردة رول لحمة مفرومة بتتبيلة خطيرة يا جماعة، وكمان الحشوة بتاعته مودية طعمه في حتة تانية خالص، وهو بسيط جدا جدا بس طعمه رهيب. يلا نبدأ على طول ونشوف عملناه ازاي، بس ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير لو عجبكم. المقادير هتبقى نص كيلو من اللحمة المفرومة، معاها بصلاية كبيرة وخمس فصوص من الثوم وثلاث أربع عيدان من الكرفس، لو مش موجود هنستبدله ببقدونس أو كزبرة خضراء، وكمان معايا فلفل الوان. البهارات بتاعتي بقى هتبقى ملح وكزبره ناشفه، والفلفل انا طحنه معاه حبهان وقرنفل وورق لورا. بس كده، دي كل البهارات بتاعتي للتتبيله. هندخل بقى على طول على التنفيذ. اول حاجه هقطع البصله بتاعتي ايا كان الشكل، انا هفرمها في الكبه، وهقطع معاها كمان الكرفس. هاخد بس الورق، مش هاخد العيدان بس، يعني هنستعمله برضو بس مش دلوقتي. خلاص هقطع برضو الكرفس بتاعي، بجد مودي طعم التتبيلة في حتة تانية خالص. يعني لو موجود يفضل ان احنا نستعمله اكتر من البقدونس او الكزبرة الخضراء. حطيت بقى كل البهارات بتاعتي مع البصلة مع الكرفس مع الثوم، وهرستهم كويس جدا. ضروري ان احنا ننعمهم قوي قوي عشان خاطر الرول بتاعي ما يفكش مني. خلاص كده طحنتهم كويس. هضيف معاهم بقى 3 معالق كبار من الدقيق، ولو موجود بقسماط هنضيف بقسماط افضل من الدقيق عشان بيشرب السوائل افضل من الدقيق. هضيف بقى معاه نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهنزل باللحمة بتاعتي افرمها كويس جدا جدا في الكبة. لو الكبة برضو مش هتساعد انها تتفرم ناعم، ممكن نجيبها من عند الجزار مفرومة وشين افضل، يعني عشان الرول لما نلفه ونسويه يطلع معانا ناعم من غير اي تشققات. خلاص انا ما طحنتهاش ناعم قوي لان الكبة هي اللي مش مساعداني ان انا افرمها ناعم، بس حاولوا تفرموها ناعم على قد ما تقدروا، مهم جدا للوصفة. خلاص هجيب كيس بلاستيك كده وهدهنه بشوية من الزيت عشان تسهل معايا الفرد بتاع اللحمة. خلاص انا كده فرمت اللحمه كويس جدا زي ما قلت لكم. اهم حاجه انها تنعم معايا عشان خاطر الشكل النهائي للرول يبقى ناعم ومظبوط من غير اي تشققات. دهنت ايدي كمان شويه زيت وفردت بالشكل ده كده عشان اساوي اللحمه انها تتوزع عليها الحشوه مظبوط. خلاص هروح بقى احضر الحشوه. هقطع الفلفل بتاعي مكعبات صغيره، مش عايزه المكعبات تكون كبيره قوي، لا، حاولوا تصغروها. وممكن تستبدلوا الفلفل الالوان بفلفل اخضر رومي عادي، وممكن كمان نزود على حشوة الخضار جبن مشكلة او جبنة رومي وبسطرمة، او اي حاجة انتوا تحبوها ممكن نستعملها. خلاص عيدان الكرفس اللي انا كنت حطاها معايا في اول الفيديو انا قطعتها برضو صغير بالشكل ده، ومعايا فصوص توم ما يكونش برضو حجمها كبير قوي، فصوص توم ايه تبقى صغيرة شوية. هحط بقى الفلفل والكرفس اللي انا قطعته مع فصوص الثوم الصغيره برضو زي ما بقول لكم، تتوزع بالشكل ده كده، بتدي طعم جميل جدا. واحلى حاجه بقى انا حبيتها الدهنه الضاني، مقطعاها مكعبات صغيره كده ووزعتها برضو بنفس الشكل، بجد مخليها طعمه خطير. لو مش بتحبوها هنشيلها خالص ونستغنى عنها. ممكن نزود جبن بقى مشكلة موتزاريلا، او ممكن نحط جبنة رومي وبسطرمة، او الجبنة الشيدر اللي هي الشرايح دي، زي ما نحب هنعمل يعني. مفيش اي شروط. المهم هنلفه كويس كده جدا ونحاول نساوي الشكل ونظبطه على انه يبقى رول متساوي وحجمه واحد. خلاص هقفل كويس كده الجناب بتاعته عشان خاطر يبقى شكله مظبوط، وهلف الكيس على شكل بونبوناية كده. المهم ان انا اقفله كويس واسويه. خلاص بالشكل ده كده، وهحطه في التلاجة يرتاح حوالي نص ساعة على ما احضر الصينية اللي هيتحط فيها. قطعت فيها بطاطس مكعبات وبصل بالشكل ده كده، وحطيت معاهم فصوص من الثوم، بيبقى جميل قوي ومشوي طعمه خطير. وحطيت فلفل الالوان اللي احنا كنا مقطعينه، وشوية من الكرفس، وشوية ملح وشوية فلفل على قد الخضار اللي احنا مقطعينه. ولو عايزين تزودوا اي خضار تحبوه هتضيفوه دلوقتي. وهحط معاه كمان معلقتين كده صغيرين من الزيت، مش هكتر زيت عشان الرول اللحمة هينزل السوائل بتاعته والزيوت برضو والدهون في قلب الصينية، وهتشرب الطعم بقى، والخضار هيبقى خطير.
خلاص قلبتهم كويس كده مع بعض. هجيب بقى شبكة الفرن او اي شبكة عندي وهحطها فوق الخضار بالشكل ده، وهطلع رول اللحمة من التلاجة. هحط بقى رول اللحمة اللي كان في التلاجة وارتاح حوالي نص ساعة، هحطه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهكون مشغلة في الوقت ده الفرن على درجة حرارة عالية في البداية، وكمان هكون مشغلة الشواية. هيدخل هيحمر كويس جدا، وهيبقى بقى بينزل السوائل كده على الخضار وهيدي طعم جميل قوي. وهزود شوية مية كده على الخضار يستوي، وكمان اللحمة هتستوي معايا. اللي حصل ايه بقى، ان اللحمة عملت زي ما انتوا شايفين كده، شققت معايا. ايه السبب؟ ان اللحمه ما كانتش مفرومه كويس زي ما قلت لكم في اول الفيديو، فمهم جدا ان احنا ننعمها. فتجنبا انها تبوظ مني اكتر من كده، طلعتها لفتها في كيس حراري عشان احافظ على شكلها يبقى مظبوط معايا. وعملت فيه بقى فتحات من تحت عشان ينزل السوائل والطعم كله على الخضار ويدي طعم جميل. هيدخل الفرن تاني، مش هياخد اكتر من نص ساعة وهيكون استوى، لان الكيس الحراري بيحافظ على الحرارة كويس جدا وبيسوي الحاجة اسرع. فمش هياخد معايا اكتر من نص ساعة وهيطلع جاهز والخضار مستوي وجميل جدا. في الوقت ده هعمل فيه ايه بقى؟ سلطة بسيطة خالص. بصل هقطعه شرايح بالشكل ده، ومعاه كزبرة خضراء مفرومة ناعم، وكمان البصل مقطعينه شرايح صغيرة. هحط عليه بقى ملح وفلفل، وكمان معلقة صغيرة خالص من السكر عشان تقلل حدة البصل بتاعي. وهفركهم كويس جدا بايديا بحيث ان الطعم بتاع الملح والفلفل يظبط البصل. وهحط عليه كمان 3 معالق كبار من الخل والكزبرة، واقلبهم كده مع بعض. وهطلع عليهم الرول اللحمة يتقدم بالشكل ده، وممكن نقطعه كمان دواير كده. بجد كان طعمه جميل جدا جدا جدا. وصفة هي تبان انها حواراتها كتير، لكن هي سهلة خالص وبسيطة، وكمان طعمها رهيب. جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. ولو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا له لايك وشير، وتكتبوا لي كومنتات برأيكم تحت. واشوفكم على خير يا رب، والسلام عليكم.